اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات ماما بوسي. زي ما انتم شايفين بقى معانا هنا بتنجان أبيض وكوسة. طبعا اللي يشوف الشكل كده يقول هنعمل ايه. طبعا هنعمل محشي. معايا هنا بقى بتنجان أبيض حلو كده متنقي الواحدة كده زي ما بيقولوا سرحة وحتة واحدة. والكوسة برضو كذلك. طبعا الاتنين هيتقوروا زي ما انتم شايفين كده. مش بحب اخليها قوي على الجلد، وفي نفس الوقت مش بحب برضو اسيب كتير عشان تبقى فيها حتة طراوة كده. بنقطع زي ما انتم شايفين كده وبعد كده بتتقور. بنقطع الراس، طبعا كلنا عارفين الكلام ده كله. وبنقور بقى الكمية ايا كان الكمية اللي عندنا بنقورها كلها. انا مش بنقع البتنجان والكوسه في ميه وخل والحاجات دي، لا بيتغسل وبيتحط في مصفى عادي جدا. بس كده. معانا تاني حاجه بقى ايه، كرنبايه حلوه زي ما انتم شايفين كده. قطعناها الراس بتاعتها علشان تتسلق بحالها كده في الحله نسلقها كده كلها زي ما انتم شايفين بقى. بعد ما قطعنا الراس بقى طبعا هنكون مغلين ميه في الحله علشان ننزل بالكرنبايه. ننزل الاول من ناحيه الراس وبعد كده نقلبها ونبتدي نفكك بقى ورقه ورقه كده من الكرنب زي ما انتم شايفين. طبعا الايام دي شهر 4 و5 احسن وقت للكرنب لانه بياخد يعني سوا، واحسن كرنب بيتخزن بيستحمل سوا، مش بيتهري زي الكرنب بتاع اول الشتاء. عايزه تجيبي هاتي الوقت ده وخزني، واظن هو رخيص يعني. الايام دي في الشتاء بيبقى غالي، ومسافه ما تحطيه في الميه المغليه بتلاقيه اتهرى منك. بعد كده بقى بنحطه في المصفى وبنقطع بقى الكرنب كده. هنقطع الاول العروق بتاعته وبعد كده نلفها ونقطعها بقى دواير دواير كده. وكل بقى رول كده هنفككه ونقطعه على قد الصباع. طبعا تشوفي بقى الصباع عايزاه طويل او قصير زي ما تحبي. انا بحب الحجم ده، ويبقى الصباع كده نحط دي على دي ونقطعها علشان يبقى كله مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. دي التقطيعه بتاعتي اللي بعملها على طول. بحطها طبعا في المصفى الصفة. لما تيجوا بقى تخزنوه برضو هتحطوها في المصفى الصفة، وبعد كده تحطوه بقى بالفريزر بنفس الرصة بتاعته. جبنا بقى حلة وحطينا شوية زيت. ممكن تحطي معلقة سمنة بلدي او سمنة عادية، او ممكن ما تحطيش خالص عادي. معايا هنا 4 بصلات مفرومين، 4 بصلات وسط كده مفرومين في الكبة. والطماطم برضو بحب افرمها في الكبة بالذات بتاعة المحشي لانها ما بتبقاش مضروبة قوي. انا بحبها كده نص ضربة، بتبقى قطع شوية. ما عندكيش كبة تضربيها في الخلاط نص ضربة وننزل بيها ونقلبها بقى. وما تحمريش برضو البصل قوي ولا يبقى متحمر قوي، تبقى تقلية غامقة، ولا يبقى برضو ابيض قوي، وسط كده اللون اللي هو الذهبي الحلو. وحطينا معلقه هريسه شطه. ما عندكيش هريسه شطه تحطي شويه شطه حمراء بودره عاديه. معانا بقى التوابل. معايا من كل حاجه معلقه صغيره مليانه، معلقه سكر وبابريكا وبهارات وكمون وفلفل اسود، وطبعا رشه نعناع حسب الرغبه. مش حابه تحطي زي ما تحبي يعني، بس بيعمل يعني مش بيظهر قوي برضو لكونه في ناس بتخاف ان هو يبقى الاكل طعمه نعناع. بالعكس مش بيظهر قوي زي ما انتوا كده فاكرين يعني، بس بيعمل تست حلو. وهنقلب بحط التوابل في الاخر. ممكن تحطيها مع البصل في الاول بس يعني عادي وتحبي كده تظهري السمنة او الزيت بتاع الصلصة هتحطيها في الاخر. وطبعا برضو الملح، اي حاجة بعملها بحط الملح بتاعها في الاخر، ما عدا طبعا تتبيلات اللحوم وكده. ما بحبش احط الملح الاول في الطماطم لان الطماطم بتقل بعد ما بتتسبك، ممكن تحدق قوي معاكي. فاحسن حاجه لما الاكل يستوي تحطي ملح. معانا هنا بقى رز، ومعانا خضره كتير بقى. انا بحب الخضره الكتير. طبعا بقدونس وشبت وكزبره. ممكن مثلا تخلي نسبه البقدونس اقل حاجه، متبقاش زيها زي الشبت والكزبره. وقلبنا بقى الصلصه على الرز والخضره. لازم تبقى خضرته حلوه كده وباينه.
طبعا هنا بقى انا كنت غاسله البتنجان والكوسه وفلفل، وهنحشي بقى كميه اللي عندنا. شايفين هنا بقى بعد ما رصصته ما شاء الله الكرنب كان يعني الواناته كده بالتدريج، اخضر جامد على اخضر فاتح على على ابيض على اصفر، كل لون بالتدريج. بصراحه كانت كرنبايه حلوه ما شاء الله يعني. وطبعا انا بحب احط المحشي الكرنب بالذات في حله الصلصه من غير طبعا ما تتغسل. بعد ما تحطي الصلصه بتبقى مطرحه كده صلصه، بتدي لون حلو للكرنب قوي بعد ما بيستوي. وطبعا باخد العروق بقطعها وبحطها كده في القعر علشان منع ان حاجه تلزق او اي حاجه. وطبعا بحشي البتنجان والكوسه، طبعا مش هصور الكميه دي كلها علشان وقت الفيديو. بعد ما رصصنا بقى الكرنب، انا بحب ارصص طول وعرض. معانا هنا شوربه بقى حلوه كده، حطينا فيها مرقه دجاج وملح، ممكن تستكفي بالملح بس. اي شوربه دي كانت شوربه ماسوره، كانت حلوه جدا. تحطي وتهزي الحله علشان ممكن الشوربه تقف كده في النص. انا احب اهز الحله علشان الشوربه تبقى ضامنه كده متوزعه في الحله كلها. اخرها اول صف يعني، يبقى في اول صف. طبعا موقفين هنا البتنجان والكوسه والفلفل، ومعيار الميه بتاعتها في نص البتنجانيه الطويله. يعني لو البتنجانيه طويله بطول الحله، الميه بتبقى بنص كده البتنجانيه والفلفلايه زي ما انتم شايفين. ونسيبها على نار عاليه. البتنجان بيتسوى على نار عاليه مش زي الكرنب. الكرنب بقى بعد ما تشرب زي ما انتم شايفين كده بوطي عليه خالص وبسيبه مع نفسه. بوطي عليه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بعد ما تشرب كده توطيه اللي هي لا تذكر كده، كأنها شمعة بالظبط. وتسيبيه بقى تنسيه شويه. هنا بقى كان استوى خلاص ان شاء الله، كان حلو جدا. دي بقى الزيت ده هو اللي بيدي كده لمعة للمحشي البتنجان والكوسة بتاع التسبيك. انا مش حاطة زيت، ده الزيت بتاع التسبيك. وهنا بقى الكرنب بعد ما استوى، شايفين بقى الحلة مكانها صلصة ومدينه لون حلو. طبعا هو صلصته حلوة زي ما انتم شايفين. جربوا طريقة عمل المحشي بالطريقة دي هتعجبكم جدا. طبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك